هنتكلم عن سعيد صالح. سعيد صالح اللي قال عليه محمود السعداني اللي هو الكاتب الكوميدي الكبير اخو صلاح السعداني، واحد من اهم الكوميديانات اللي جم في تاريخ مصر، اللي هو قادر يضحك طوب الارض. سعيد صالح على المسرح غير خالص السينما. انت شوف انت بتضحك عليه ازاي مثلا لما بتشوف العيال كبرت او مدرسه المشاغبين، لا انت لو شفته بقى على المسرح اقوى من كده بمراحل. وهو معتبر نفسه نجم مسرحي، يعني هو مش معتبر نفسه نجم سينمائي او نجم تلفزيوني. هو بالعكس هو تعامل مع السينما وتعامل مع التلفزيون باهمال شديد. يعني اهم مسلسل عمله في حياته اللي هو سقوط في بئر سبع، كان عمله على تخليص ديون. كان عليه ديون للتلفزيون ما عرفش يسدها، قال لنور الدمرداش اعمل ايه؟ قال له تعمل المسلسل ده، فعمله. فساعتها واتخانق مع نور الدمرداش في الجرايد، ساعتها قال لك يدوا لعادل امام دور البطل ويدوني انا دور خاين. بس هو نور الدمرداش برر الموضوع دوت ان هو محتاج حد ليه جمهور عشان الناس تقدر تتفرج على المسلسل. وفعلا سقوط في بئر سبع يعتبر من اهم الادوار اللي عملها سعيد صالح في التلفزيون. بس هو ما كانش مدي الاهتمام ده للتلفزيون، مش مدي الاهتمام ده للسينما. يعني بنضحك على افلامه، بنحب افلامه، بس مش هو نفسه ما بيحبهاش. وكان برضه في عاده ظريفه، يعني ما كان بيطلع مثلا مع عادل امام، كل افلامه مع عادل امام تقريبا مات فيها او اتقتل فيها. فجاء في فيلم مسجل خطر، راح بنته قالت له لا يا بابا انت هتطلع تموت. بعد ما مضى الفيلم راح قال لك لا، راح يعتذر عن الفيلم، وراح خلى عادل امام جاب صلاح قابيل شخصيه اللي بيموت، لان عادل امام موته في كل الافلام. طبعا يعني برضو من المشاهد الجميله اللي عملها سعيد صالح في تاريخه المشهد الاخير في فيلم زهايمر. والفيلم دوت يعني عادل امام بيقول لك عمله ارتجالي، لان حاله سعيد صالح ساعتها في الوقت دوت كانت شبه الحاله اللي هو جسدها. ومشهد يوريك قد ايه سعيد صالح ده فنان وقد ايه موهوب. سعيد صالح من الناس اللي هي كانت بتعالج جراحها وبتعالج مشاكلها الشخصيه عن طريق المسرح، وبيعترف باخطائه. دايما مره واحد ساله، يعني قال له انت ايه الفرق بينك وبين عادل امام؟ قال له عادل امام بينزل يسهر في الفندق، انا بنزل اسهر على القهوه البلدي. وطبعا يعني حكاياته اللي هو دخوله السجن، حتى موضوع تجربته دخوله السجن، كان دايما يقول لك انا اتعلمت في السجن الصلاه، اتعلمت الصوم، تقوم سلوكي وقدرت تخليني بني ادم مختلف. فالحقيقه ان سعيد صالح انا بالنسبه لي يعني ما فيش عيد بيمر من غير ما بنشوف العيال كبرت، بنشوف ناس مشاغبين. حتى الافلام اللي عملها مثلا ميون الشلبي، الافلام الكوميديه سلام يا صاحبي، افلام كتير حلوه. الحاجه اللي الناس كتير بقى ما تعرفهاش عن سعيد صالح اللي هو بيغني وان هو ملحن. كان اتعرض عليه دور قبل كده ان هو يعمل سيد درويش في الراديو، ده يحب ايه اللي يضرب عود، يضرب يلحن. عجبه الموضوع، عمل 1000 لحن اغلبهم من اشعار فؤاد حداد، صلاح جاهين، بيرام التونسي، وغنى له. في مغنيين غنوا له مثلا زي محمد محيي. والحقيقه هو في كل مسرحياته غنى. ليه مسرحيات كتير حلوه احنا ما نعرفش عنها حاجه، لان طبعا يعني مش كل تراث سعيد صالح اتصور. في من ضمن المسرحيات المتصوره اللي انا اقول للناس اتفرجوا عليها وهتعجبكم جدا، مسرحيه زي البعبع او مسرحيه زي كعبلون.